لأول مرة على السوشيال ميديا، الفكرة دي حصري ليا أنا وبس، يعني براءة اختراع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نسمة، يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة. أول حاجة بقى هنا نبدأ بسم الله. كان معانا هنا الليمون اللي هو القطاليا دوت. أنا معرفش، أنا عندي بسميه اللي هو الليمون القطاليا، معرفش عندكم بقى بتسموه ايه. طبعا كلنا الليمون القضاليا ده، انا عموما عن نفسي البيت بتاعي ما بيحبش اللي هو المخلل بتاع الليمون دوت، ما بيحبش ياكل القلب بتاعه اللي هو اللي من جوه دوت. مش عارفه في ناس كتيره زيي ولا انا لوحدي بس. فطبعا فكرت في الفكره المجنونه دي. اخدت كده الليمون، غسلت القشره بتاعته من بره كويس جدا، وبعد كده جبته وقسمته نصين زي ما انتوا شايفين، وبعصره بقى كده ايه، وبحط القشر كده على جنب. وهاخد بقى طبعا ايه، الليمون بتاعي دوت اللي هو اللي طلع او المية بتاعته، بصفي البذر منها وبيطلع بالمنظر ده. هجيب بقى هنا عندي القوالب اللي هي السيليكون دي، طبعا هنا زي ما انتوا شايفين الليمون عامل ازاي. هجيب بقى القوالب السيليكون بتاعتي وهفضي فيها الليمون بتاعي او المية بتاعت الليمون. طبعا دي تقدري تستخدميها في حاجات كتيرة جدا. هحطها بقى المية ديت، وبعد كده احطها في الفريزر تتفرز وتتلج كده. اللي طبعا لو انتوا عندكم العيون بتاعت التلج اي حاجة، يعني المهم انها تحطها انها تتلج. بعد كده بقى هجيب الليمون بتاعي وهقطعه على حسب التقطيع اللي مفضلينها. انا هنا بقطعه يعني حجمه يكون متوسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي، علشان خاطر طبعا انا عايزه اخليه لرمضان، يعني عايزه اخليه يقعد معايا لرمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بقطعه كده، خلي بالكم على ايديكم بالله عليكم. قطعت الكميه كلها بتاعتي، يعني هنا كان معايا يعني بتاع كيلو ونص مثلا، او بصراحه انا ما كانش عارفه الوزن قد ايه، بس هو يعني كان في حدود كيلو. باجيبه بقى واحط عليه الميه هنا، وهحطه على النار ان انا اغليه. الميه تكون مغطياه يا دوبك غلوه واحده بس، مش عايزاه يتهرى يا جماعه، عايزاه يكون لسه في القرشه بتاعته دي. هجيب بقى جزرايه هنا وابشرها كويس. طبعا بشيل القشره بتاعتها من بره زي ما شفتوا، وبعد كده بقى ببشرها بالبشر اللي هو الخشن دوت. هجيب البرطمان بتاعي طبعا متعقم ومغسول كويس. بجيب 2 قرن فلفل شطه حراق، وهحط بقى في البرطمان، وهحط كمان حبة الجزر من تحت كده. وهجيب بقى الليمون بتاعي اللي بعد ما غليته غلوة واحدة بس، حطيته تحت المية تحت الحنفية عشان خاطر يخرج السخونية بتاعته عشان ما يفضلش يستوى. حطيت هنا بقى معلقة من الشطة اللي هي اللي انا قلت لكم اللي انا بستخدمها ديت بتاعة المخللات، وحطيت كمان ربع معلقة من حبة البركة، وربع معلقة من العصفر. كمان حطيت معلقتين ملح ومعلقة سكر، وقلبت كل دوت مع بعض. وبعد كده بقى حطهم في البرطمان. ليه السكر؟ علشان خاطر السكر بيحافظ على القرشة بتاعة الليمون، ان هو ما يكونش مهري قوي كده ويمور. بضغط بقى عليه كده، بصوا تحس ان هو كأنه بيطلع ميته منه فيه كده. بفضل اضغط عليه كده بقى في البرطمان كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب يعني بتاع ربع كوبايه من الميه. طبعا لان زي ما قلت لكم هو ما فيش اساسا مكان في البرطمان، بص بضغط عليه بينزل ميه، بس برضو هحط ربع معلقه او يعني اقل كمان، ربع قصدي كوبايه او اقل كمان من الميه، علشان خاطر ان انا اتاكد ان هو تكون البرطمان بتاعي محكوم كده ومقفول. بصوا حاجات بسيطة قوي، حتى هتلاقوا المية انها بتنزل على الرخامة برضو. هقفله بقى كويس واحكمه علشان خاطر ما يبص معايا. طبعا ما حطيتش على الوش زيت ولا اي حاجة، هو محكوم لوحده. وهقفله بقى كويس وبحطه في ال- التلاجة بتاعتي. طبعا الليمون دوت انا ما نقعتهوش مثلا ولا غيرت عليه ميه كتير ولا كده. كلنا اكيد عارفين اللي هو الليمون الكبير اللي هو الليمون القضاليا دوت. يعني في ناس كتيرة قوي بتسلقه وتملحه وتاكله على طول في ساعتها. هو اصلا عموما بيتسلق ويتاكل على طول، بس هو بياخد وقت شوية علشان خاطر طبعا انا ما سلقتهوش جامد، انا يا دوبك حطيته غلوة بسيطة. وبصوا بقى الشكل حلو جدا. طبعا الحبة اللي اتبقوا دول حطيتهم في علبة، وجبت خيار
وهحطهم في الخيار دول بقى، هستخدمهم كده لحد ما يجي شهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. الطريقة دي حلوة جدا بجد وفكرة حلوة. بدل يعني ما باخد اللي هو المية ديت بعد ما بنسلقه وبنرميه، فانا قلت استفاد بالمية بتاعته بالليمون كده. هنا طبعا بقى حطيت الخيار وحطيت معلقة من الشطة ديت اللي هي الحراقة، وطبعا المية اللي حطيتها كنت مقلبة فيها معلقة ملح، وبتبقى بالمنظر ده. فكرة حلوة وجديدة، وقلت بصراحة اجربها معاكم واقول لكم عليها علشان خاطر تدعولي. طبعا لو عايزين تستخدمي ان هو عصير ممكن تستخدمي عصير، بس بصراحة ما بيكونش زي الليمون بتاعنا اللي هو الصغير، بيكون فيه نسبة الحدقان بتاعته اكبر شوية. انا بصراحة عملته هنا علشان خاطر استخدمه للتتبيلات، وكمان لنقع الفراخ او لاي زفارة عموما انقعه بيه. هاخد المكعب واحطه كده وخلاص تمام. انا هنا بقى بعد ما فرزته وجمد كده باخده بقى واحطه في الكيس، وبقفل عليه واشيله في الفريزر منين ما عاوزه. هطلع المكعب واحطه في الميه بتاعتي، مثلا لو انا هنقع فراخ او اي حاجه عايزه اشيل منها الزفاره. يا ريت لو انتوا عجبتكم الفكره ما تنسوش اللايك والشير، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.